الثلاثاء القادم بإذن الله هو ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاده سلام الله عليه. فأفضل الأعمال التي تهدى إلى الإمام الكاظم في يوم استشهاده وهي أعمال تنفعنا في الدنيا والآخرة. فأول هذه الأعمال هو السعي مشيا لزيارة الإمام الكاظم عليه السلام، وهذا مظهر من مظاهر إحياء ذكرى أهل البيت عليهم السلام. ولذلك يقول إمامنا الرضا عليه السلام: احيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. فتكثير السواد لزيارة الإمام له وأعظم إحياء لذكرى أهل البيت عليهم السلام. فالشخص اللي معذور أو ما يقدر أو مكانه بعيد، بالإمكان أن تمشي 100 خطوة أو 200 خطوة من بيتك لتسجل في سجل الإمام موسى بن جعفر. هذا أول الأعمال. والعمل الثاني أيها الأخوة زيارة الإمام الكاظم عليه السلام، وهي موجودة في كتاب مفاتيح الجنان وضياء الصالحين في يوم استشهاده. هذا العمل الثاني. والعمل الثالث أيها الأخوة توزيع الطعام على حب الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في يوم استشهاده ولو بالشيء البسيط، توزع لجيرانك، وهذا نوع من أنواع إحياء ذكرى الإمام الكاظم عليه السلام. هذا العمل الثالث. والعمل الرابع أيها الأخوة أن تصلي ركعتين وتهدي ثواب هاتين الركعتين إلى روح الإمام صلوات الله عليه. ركعتان مثل صلاة الصبح، تقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الحمد سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي الركعة الثانية بعد سورة الحمد تقرأ سورة التوحيد. نية هذه الصلاة تقول: صلي هاتين الركعتين قربة إلى الله. وقت هذه الصلاة في يوم استشهاده من بعد الفجر إلى ما قبل المغرب، يعني وقت مفتوح لك. بعد ما تتم هاتين الركعتين تسبح تسبيح السيدة الزهراء عليه السلام، وهو تسبيح معروف عند الجميع. بعد ما تكمل تسبيح السيدة الزهراء عليه السلام تقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثواب هاتين الركعتين إلى روح الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. والعمل الخامس والأخير أن تصلي على محمد وآل محمد 100 مرة، وتبعث ثواب الصلاة على محمد وآل محمد إلى روحه صلوات الله عليه. فهذه الأعمال الخمسة تدخل السرور على قلب الإمام الكاظم عليه السلام، وإن شاء الله ما راح الإمام الكاظم عليه السلام ينساك في قضاء حوائجكم جميعا عند الله عز وجل. فأرجو من جميع الأخوة والأخوات مشاركة هذا المقطع على حب الإمام الكاظم عليه السلام، ولكم منا خالص الشكر والتقدير. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.